ازيكم؟ انا نانسي، لايف كوتش ومهتمة جدا جدا بالبحث والقراية عن العلاقات وتنمية الذات والأنوثة. في فيديو النهاردة هنتكلم ازاي اكون اسعد، او نجاوب على سؤال مهم: ليه انت او انتي مش حاسين بالسعادة؟ حضروا حاجة تشربوها وتعالوا نتكلم شوية. خلينا اسألكم الاول، الحاجات اللي بتأثر على السعادة بتكون خارجية وداخلية. مين فيهم بيأثر على سعادتنا أكتر؟ فكروا كده شوية. لو كنتوا اخترتوا العوامل الداخلية وكنتوا عارفين إن العوامل الداخلية هي اللي بتأثر على سعادتنا أكتر، فإجابتكم صح. أفكارنا الداخلية هي اللي بتأثر على المود وإحساسنا بالسعادة. قعدت قبل كده مع حد عنده مقاومات كتير تخليه سعيد وظروفه حلوة وحياته مستقرة، ولقيته إن هو على طول مش سعيد ودايما بيشتكي. وقعدت مع حد تاني ولقيته ان هو حياته فيها تحديات صعبة كتير، وفي حاجات كتير فعلا في حياته تخليه مش سعيد، لكن هو حاسس بالسعادة ودايما راضي. تفتكروا ايه الفرق؟ فاكرين في الفيديو اللي فات لما قلت لكم ليه محدش علمنا واحنا صغيرين ازاي نتعامل مع مشاعر الضغط؟ نفس الموضوع فكرت فيه. واحنا صغيرين كنا محتاجين نتعلم ازاي نتعامل مع افكارنا، وازاي نكون مبسوطين، وافكارنا ازاي نبقى منتبهين ان احنا نركز على الافكار اللي تخلينا حاسين بشعور احسن. يعني لو انا طول الوقت عمالة افكر في الحاجات اللي انا محتاجاها، انه انا شغلي متعب جدا، او مش متجوز، او نفسي اشتري بيت ومش عارف، او نفسي اشتري عربية ومش عارف، او في ظروف السفر بتاعتي اتأجلت، في حاجات كتير قوي لو انا فضلت ماشي بيها هبقى حكمت على نفسي بالتعاسة. It's all about انت بتفكر ازاي. البرسبكتيف او طريقة التفكير او وجهة نظرك او الطريقة اللي بتشوف بيها الامور هي اللي بتحدد انت مشاعرك وحياتك هيبقوا عاملين ازاي. لو حد فيكم تابع الفيديوز اللي بعملها كل اسبوع هتلاحظوا ان انا بتكلم دايما لازم نكون منتبهين مخنا بيفكر في ايه. يعني ما تبقاش مسلم ان مخك عارف هو المفروض يفكر في ايه ويشوف ايه. انت لازم تكون منتبه انت بتركز على ايه بالظبط. يعني هديكم مثال، انا ممكن افكر اني شغلي صعب، او ان ظروف السفر اتأخرت، او ان انا من نفسي اشتري بيت بس مش عارف. وفي نفس الوقت واحد تاني في نفس الظروف ممكن يفكر انه الحمد لله انا شغلي صعب لكن انا قادر الاقي شغل، في ناس كتيرة مش لاقية. الحمد لله ان انا بحاول وبسعى في موضوع السفر، لكن اكيد ربنا هيكتب لي الخير في الاخر. صحتي كويسة، عندي ناس بتحبني، عندي صداقات وعلاقات مريحة وصحية في حياتي. ممكن يكونوا الاتنين في نفس الظروف، لكن حد قرر يركز على الحاجات اللي مش موجودة في حياته، وحد تاني قرر يركز على النعم. أخدت بالي كتير لما بتكلم مع حد عنده مشكلة أو عنده أي ابتلاء في حياته، أخدت بالي من الطريقة اللي بيتكلم فيها عن الابتلاء ده. عادي إن احنا نبقى في أوقات متضايقين أو حاسين بيأس وإحباط، لكن الطريقة اللي بتتكلم بيها معظم الوقت عن الابتلاء أو الحاجة الناقصة في حياتك بتبين قوي إيمانك واعتقادك عاملين ازاي. مش هكون ببالغ خالص لما أقولكوا إن المعتقد والإيمان اللي جوانا بيحدد إحنا هنبص للموضوع ازاي. معتقد البني آدم وقوة إيمانه بيحدده هو بيتعامل مع المشاكل ازاي، وبيحدده كمان قدرة تحمله. فمن أكتر الحاجات اللي بتصبرك على المشاكل أو الابتلاءات أو الحاجات الناقصة إنك تكون عارف إنك في الدنيا، إن مش كل حاجة هتكون كاملة، وإن ربنا سبحانه وتعالى دايما بيعمل اللي فيه الخير. ليه لما بنقعد نسمع درس ديني بنلاقي إن الشيوخ بتتكلم إنه أحيانا بيكون المنع من عند ربنا سبحانه وتعالى هو قمة العطاء؟ ليه في حاجات بتكسر قلبي أو حاجات بتتأخر أو حاجات بفضل أدعي بيها وربنا مش بيحققها دلوقتي حالا؟ هديكم مثال صغير على الموضوع ده. لو في حد من اللي بيسمعني أم أو أب وابنه طلب منه حاجة وقرر إن هو يمنعها عنه، زي مثلا إن الطفل يكون عايز ياكل حاجة فيها سكر وتقرروا إنكم تمنعوا
الحاجة اللي فيها سكر دي عن الطفل. الطفل وقتها بيبقى فاهم انه انت مامته او باباه وخايفين عليه من اضرار السكر، او عايزين تنيموه بدري عشان صحته. الحاجات دي الطفل بيكون شايف ان هي قمة الشر وقمة الاذى. عشان كبار وفاهمين بنبقى عارفين ان هو لما ياخد سكر ده هيضر بصحته وبأسنانه، ولما ينام بدري ده هيكون احسن لصحته ومخه. ولله المثل الاعلى، ان ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في اي حاجة اتأخرت عليك او اتمنعت عنك او كانت مؤذية او انت شايف انها مؤذية حصلت لك. بيبقى ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة احنا مش عارفينها، لان مهما كنا قرينا كتاب ولا اتنين، اتعلمنا، اخدنا كورسات، سافرنا، احنا نظرنا محدود. فلما بتحس انك مطمن ان ربنا سبحانه وتعالى عارف الخير ليك فين وكل حاجة بتحصل هي خير ليك، بتبقى مطمن وحاسس من جواك بالرضا. طيب خلونا نفكر في شوية خطوات تخلينا عايشين فعلا واحنا حاسين بالسعادة. رقم 1، انك تركز افكارك بتروح فين، ومخك بيركز على الحاجات السلبية ولا الحاجات الإيجابية اللي في حياتك. بتركز على النعم اللي ربنا مديها لك ولا بتركز على الحاجات المفقودة الغير ملباة. وطبعا ده مش معناه خالص انك تنكر ان جواك جرح او مشاعر معينة او في حاجة اتأخرت عليك. مفيش مشكلة انك تتكلم وتعبر، لكن خلي تركيزك الاساسي في الحاجات الكويسة اللي في حياتك وفي النعم، وخليك مطمن ان ربنا مش هيعمل الا الخير. رقم 2، الوعي بتاعك بيشتغل على ايه؟ هل انت طول الوقت قاعد بتشتم البلد وبتشتم الظروف وبتشتم الناس؟ هل انت طول الوقت بتعمم الجواز كله وحش، الناس كلها ما بقتش طيبة؟ خلي بالك انت بتشغل وعيك بايه، وقت ما بتتضايق بتعمل ايه. يعني هل وقت ما بتتضايق بتبدأ تعمل سكرولينج بلا هدف؟ قولي مرة واحدة بدأت تعمل فيها سكرول او فضلت تتفرج على شورت ورا شورت ورا شورت وخلصت ولقيت نفسك مودك حلو. مستحيل ده يحصل. اقفش الفكرة. اول ما تلاقي ان في فكرة غلط ناقشها. طب اناقش الفكرة ازاي؟ اول حاجة انك تتكلم فيها، والكلام انه انا ابدأ اكتب على ورقة وقلم ايه الفكرة اللي في دماغي دلوقتي، ايه المشاعر اللي انا حاسسها دلوقتي. طب لو انا ما بحبش الكتابة ممكن اتكلم مع حد قريب مني وانا متأكد ان الكلام معاه بيريحني. الفكرة لما مش بتتناقش، الفكرة الحزينة او السلبية لما مش بتتناقش، بتبدأ انك تحس ان الفكرة دي بتبدأ تزرع زرع كده جوه دماغك وتسرح وتفكر في افكار تانية اوحش واوحش. لما الفكرة السلبية بتتلاحق في الاول بتبدأ انك تعبر عنها وتسميها، تقول مثلا انا حاسس باحباط، انا ما عملتش كويس النهارده، انا حاسس ان انا بطلب حاجه بقالها كتير من ربنا وهي لسه ما حصلتش. طيب انا زعلان، انا حاسس بشيء مخليني مش عارف اتصرف كويس في حياتي. الحاجات دي كلها والتعبير ده كله بيخلي الفكره تبدا تصغر 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 تصغر، زي ما تكون بتنظف كل حاجه بتحصل جواك بسرعه بسرعه، فالافكار دي ما بتنتشرش وما بتكترش وما بتكبرش جواك. اتعامل مع الفكرة كده كأنها عضلة بتروح تمرنها في الجيم. لو الفكرة دي كويسة وهتفيدك في حياتك مرنها. اقعد اكتب حاجات كتير. لو انت مثلا عندك حلم نفسك تحققه، اقعد اكتب الحلم، اكتب ايه اللي ممكن يحصل لك لما الحلم ده يتحقق. اتخيل نفسك لما تحقق الحلم ده هتكون مبسوط ازاي وهتكون حاسس بايه. انا مش هبالغ لو قلتلك ان معظم مشاكلك او مشاكلك هتكون موجودة لانك بتهرب انك تناقش الفكرة اول ما بتحس بيها. لما الفكرة تيجي في مخك كلمها والحقها قبل ما تنتشر وتبقى افكار كتير سلبية. عايزة اقول لكم حاجة خليكم منتبهين ليها. المخ بيركز اكتر على الافكار الحزينة. الحزن والعياط والدراما بيبقوا جذابين اكتر للمخ، فانت لازم تعمل مجهود عشان تعود مخك انه يركز في الحاجات الحلوة اللي في حياتك. الموضوع عامل زي اكتساب العادات. زي ما يقولك مثلا انا هبدأ ابطل سكر او انا هبدأ اكل صحي.
او هبدأ اتمرن 4 أو 5 مرات في الاسبوع. بتبدأ في الاول تعمل الموضوع ده بصعوبة لانك لسه بتعود نفسك عليه. بعد كده اوتوماتيك بتلاقي نفسك بتروح الجيم، بتنزل تلعب وبتتحرك ومظبط شنطتك ومظبط اكلك. كل حاجة في الاول بتبقى صعبة. فلو انت بتمرن مخك الاول ان هو يبص على الحاجات الحلوة اللي في حياتك، محتاج انك تنتبه على افكارك وتعمل مجهود. مفيهاش مشكلة انك تكلم نفسك، اتناقش مع نفسك كده، اسأل نفسك الفكرة اللي انا صاحي ونايم بيها اللي مخلياني حزين غيرت حاجة في حياتي؟ خلتني احس ان انا احسن؟ خلتني اتطور؟ خلتني ابقى صاحي من النوم وانا مرتاح ومبسوط؟ دي المعركة الاهم في حياتك. انت بتفكر في ايه وحاسس بايه؟ واسأل نفسك، انت بتركز مع المشاعر السعيدة زي ما بتركز مع الحزن، ولا انت مغمقها وطول الوقت بتفكر في الحزن وبس؟ ادي نفسك وقت انك تقعد فاضي شوية عشان تسمع افكارك وتشوف انت حاسس بايه. الحياة اللي كلها جري 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 وطول الوقت حواليك ناس مش بتخليك تبقى سامع نفسك ومش بتخليك تبقى مركز افكارك بتروح فين. طول الوقت بتبقى مشغول باللي بيتقالك وهترد تقول ايه، وفي زحمة اليوم بتنسى تشوف انت حاسس بايه وافكارك بتروح فين. فيديو النهاردة خلص. لو كنتوا كملتوا الفيديو لحد الاخر فشكرا شكرا والله. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتبعتوا الفيديو ده لأي حد هيفرق معاه لو شافه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.